القصة بتبدأ في يوم كان في شتاء غريب. الهوا كان بيخبط في شبابيك قصر قديم في الزمالك. القصر ده من النوع اللي أول ما تشوفه تحس إن الزمن نسيه. الباب الخشب متاكل من تحت، والسور الحديدي المايل وراه جنينة كبيرة بس مهملة. الشجر فيها ناشف، أما الريحة اللي صادرة منه مولكش، عاملة زي ما يكون مية راكدة من سنين. القصر ده ملك واحدة اسمها مدام نعمات، ست كبيرة فوق ال80. كانت زمان من عيلة تقيلة قوي، عندها تحف وسجاجيد شرقية ورسومات زيت قديمة، كأنها عايشة في متحف بالظبط. الناس في الشارع بيقولوا إنها قاعدة لوحدها بقالها سنين، ومفيش حد بيشوفها غير بالليل لما النور ينور في أوضتها اللي في الدور التاني، والستارة تتحرك كده خفيف كأن في حد بيبص من وراها. وفي نفس اليوم جمال وهالة وصلوا البيت. جمال شاب في آخر التلاتينات، جسمه نحيف ووشه دايما عليه هم السنين. بيشتغل ممرض من زمان في مستشفيات خاصة، بس الحظ عمره ما ضحك له. هالة مراته بقى طيبة ووشها باين عليه التعب، لابسة طرحة باهتة من كتر الغسيل، بتحاول تبين إنها قوية بس عينيها دايما فيها خوف من شيء مش معروف. كانوا ماشيين في الشارع وهالة بتقوله وهي ماسكة شنطة صغيرة: جمال، انت متأكد ان الشغل ده امان يا اخويا؟ الست دي شكلها غريب قوي في الصور، وبالذات الصورة اللي بتبقى وراها راجل كده بيبقى على لوحة قديمة وشكله غريب. ضحك جمال ضحكة خفيفة بس فيها توتر وقال: أمان؟ أمان إيه يا هالة؟ إحنا هنقعد نراعيها وخلاص، ست عجوزة ولوحدها وبتدفع كويس. شوف إحنا هنكمل الشهر ونشوف بعد كده هنعمل إيه. ولما وصلوا قدام الباب خبطوا بس محدش رد. الهوا كان بيزق الباب لدرجة إن فتح لوحده وطلع منه صوت تزييق تقيل كأن الباب بيئن من الوجع. بس جمال لهالة وقال لها بخوف: هو احنا ندخل كده ولا نستنى حد يطلعنا؟ ردت بتردد: سم الله كده وادخل يا جمال، واحنا هنفضل واقفين بره في البرد كده؟ وخدت جمال في ايديها ودخلوا فعلا. الدنيا جوه كانت ساكتة بطريقة مش طبيعية، وكان في ريحة غريبة مالية المكان، والإضاءة صفرة خافتة كأنها ما اتغيرتش من سنين. في النص كان في سلم كبير طالع لفوق، والسجاد الأحمر اللي عليه باين عليه إنه متاكل من كتر الزمن. كل حاجة في البيت بتقول إن الزمن هنا وقف، بس اللي يخوف أكتر إنهم كانوا حاسين في حد بيراقبهم من فوق ومن ورا الستارة اللي بتتحرك بهدوء. وفجأة صوت ناعم وغريب طلع من فوق وقال: اتفضل يا جمال، اتفضل يا هالة، كنت مستنياكم. بصوا لبعض واتصدموا. هالة همست بخوف: هي عرفت أسامينا ازاي الولية دي؟ جمال مسك ايديها وقال: خلاص، شكلها اتكلمت مع المكتب اللي بعتنا، يلا نطلع وخلاص. وهم طالعين كل الدرجة كانت بتسيق كأنها بتشتكي، وكل ما يقربوا صوت النفس بتاع الست كان بيزيد. ولما وصلوا فوق الباب اتفتح لوحده، وكانت مدام نعمات قاعدة على كرسي كبير من الخشب الغامق، لابسة طرحة سودا ووشها أبيض قوي بطريقة تخوف. بس اللي كان أغرب من ده كله إنها كانت مبتسمة، بس ابتسامة مش طبيعية خالص، ابتسامة فيها حاجة غلط، كأنها شايفة فيهم حاجة هم نفسهم مش شايفينها. وقالت بنفس الهدوء: من النهاردة البيت ده بيتكم، اتصرفوا فيه زي ما انتوا عاوزين، بس خليكم فاكرين دايما محدش ينزل الدور اللي تحت. اديني قلت ليكوا وقد أعذر من أنظر. مفهوم يا جمال؟ بعد أول يوم جمال وهالة بدأوا يتعودوا على المكان، أو بالأصح بيحاولوا يتعودوا. القصر كبير جدا، وكل خطوة فيه بيطلع بعدها صوت غريب، مرة خشخشة في السقف، مرة حركة ورا الباب، ومرة صوت كأن في حد بيجر حاجة تقيلة في الدور التحتاني. مدام نعمات كانت طول النهار قاعدة في أوضتها. الست دي كانت بتتكلم بطريقة هادية قوي، بس لما تبص في عينيها تحس إنك واقف قدام سر كبير. ووشها ناعم رغم سنها، بس عينها سودا وغويطة فيها لمعة مش مريحة، كأنها شايفة اللي جواك. جمال كان بيقعد يديها الدواء وهي تبص ليه بابتسامة غريبة وتقول: شكلك طيب يا جمال، بس خلي بالك الطيبة ساعات بتقتل صاحبها. كان جمال بيضحك ضحكة متوترة ويقول لها: لا يا مدام، ده احنا ناس غلابة وبنسترزق. فترد بنفس الهدوء: الغلابة هم أكتر ناس بيشوفوا الحاجات اللي محدش بيشوفها. الكلام ده بيقعد في دماغه بالساعات. أما هالة فكانت بتخاف منها من غير سبب واضح. كل مرة تدخل أوضتها
تنظف أو تبدل الملاية، تلاقي الست قاعدة قدام المراية الكبيرة اللي في الركن، ووشها مش باين من كتر شعرها الأبيض اللي نازل على وشها، وتضحك ضحكة خفيفة كده ما فيهاش صوت بس فيها رعشة كأنها بتضحك لحد جوه المراية مش لنفسها. في يوم هالة حاولت تفتح معاها كلام وقالت لها بخوف: تحب أعمل لك شاي بالنعناع يا مدام؟ فمدام نعمات بصت لها في المراية وقالت بنغمة باردة: هو أنا بشرب شاي بالنعناع؟ هما اللي قالوا لك كده؟ هالة اتلخبطت وقالت: هما مين يا مدام؟ بس الست سكتت وفضلت تبص في المراية وتضحك ضحكة خفيفة. رجعت هالة لجمال وهي مرعوبة وقالت له: أنا مش مرتاحة للولية دي يا جمال، الست دي بتتكلم حد جوه المراية. ضحك جمال وقال لها وهو بيحاول يهون عليها: يا بنتي دي ست كبيرة ومخها تعبان من الوحدة، ما تكبريش الموضوع. بس الليلة اللي بعدها جمال شافها بنفسه، قام يشرب مية من المطبخ الساعة 3 الفجر، ولما عدى من قدام أوضتها لقى النور منور والباب مفتوح شوية بس من الفتحة الصغيرة، وشافها قاعدة قدام المراية. بس المراية كانت فيها انعكاس غريب، هي كانت قاعدة ساكتة بس الانعكاس في المراية كان بيتحرك لوحده. النسخة اللي في المراية كانت بترمش وتبتسم رغم ان مدام نعمات في الحقيقة ما كانتش بتتحرك خالص. جمال رجع خطوتين لورا واتسمر مكانه، وفجأة المراية خبطت خبطة واحدة عالية كده كأن حد جواها بيحاول يخرج. جمال جري على الأوضة وسحب هالة وقال لها: يلا قومي يا هالة، قومي بسرعة. قالت له: ايه في ايه؟ قال لها: انا شفت حاجة مرعبة، الست دي مش طبيعية يا هالة. هالة وجمال قعدوا سوا على السرير، الهوا بارد والبيت كله كان ساكت. وهالة قالت وهي بتترعش: انا قلت لك يا جمال البيت ده فيه حاجة مش مظبوطة. هو حاول يطمنها وقال لها: بكرة نمشي بس نستنى لما نقبض أول مرتب الأول. ردت بخوف: يعني هنستنى لما نموت الأول يا جمال؟ ضحك غصب عنه علشان يخفف الجو، بس جوه قلبه كان عارف إن الكلام اللي قالته ممكن يكون حقيقي، خصوصا بعد ما سمع وهو بيقفل النور صوت الست بيهمس من فوق: جمال قد أعظم من أنظر. الليلة دي كانت مختلفة عن جمال وهالة، الجو بارد جدا والهوا كان بيعوي بره كأنه بيصرخ، والبيت كل شوية يزيق كأنه بيقتني من جوه. الساعة كانت 2:30 بالليل وجمال قاعد على السرير مش قادر ينام، بيفكر في الكلام اللي شافه الليلة اللي قبلها. هالة كانت نايمة جنبه بس نومها تقيل، بتتنفس بسرعة كأنها بتحلم بحاجة مش مريحة. فجأة النور قطع، كل حاجة بقت سودة تماما غير صوت الهوا والصوت حاجة خفيفة بتتحرك في الممر بره الأوضة. جمال فتح موبايله وولع الكشاف، قال لنفسه: أكيد الفيوز ضربت ولا حاجة عادي يعني. بس وهو ماشي ناحية المطبخ عشان يشوف سمع خطوات تحت، خطوات تقيلة واحدة ورا التانية كأن في حد نازل من الدور التحتاني. بس الغريب إن مدام نعمات أوضتها فوق، يعني مين اللي هيكون تحت؟ وقف مكانه دقيقة وبعديها قال لنفسه وهو بيبلع ريقه: يمكن القطة اللي قالت عليها مدام نعمات، يا رب تكون القطة فعلا. بس الصوت بقى أوضح، خطوات ومعاها صوت جرة خفيف على الأرض كأن في حاجة بتتسحب. جمال مسك الكشاف كويس ونزل على السلم، ولما وصل للدور الأرضي لقى الباب الخشب اللي في آخر الطرقة، باب البدروم مفتوح شوية ومن تحته طالع ضوء أصفر خفيف بيترعش كده كأنه نور شمع. قلبه بدأ يدق بسرعة بس فضوله جري بيه أكتر من خوفه. قرب على الباب وريحته كانت غريبة جدا، ريحة بخور ممزوج بحاجة شبه الحديد مع ريحة دم قديم. مد إيده وفتح الباب على الآخر، النور جواه كان من شمعة متعلقة على الحيطة والدخان عامل دوامة في الهواء. وفي النص البدروم كان في دايرة مرسومة بالطباشير جواها رموز غريبة ما شافش زيها قبل كده. وقف ساكت كأنه اتحجر مكانه، وفجأة سمع صوت واطي متقطع كأنه نفس بيتسحب من بعيد بيقول باسمه: جمال. جمال حس إن رجله مش شايلاه، الشمعة اتهزت والدخان اتحرك ناحية الباب كأنه بيديله إشارة يطلع. جري من غير ما يفكر، طلع السلم بسرعة لدرجة إن هو اتكعبل وهو طالع وقع على وشه، وطلع أوضته وقفل الباب وهو بيترعش حرفيا. وبدأ يصحى: هالة، هالة بنتي يا هالة.
هالة فتحت عينيها وقالت بنعاس: في ايه يا جمال؟ مالك يا راجل انت وشك ابيض كده ليه؟ قال لها: ولا حاجة، الكهرباء كانت مقطوعة بس ونزلت اشوف في ايه. قالت له: نزلت تشوف ايه وانت مرعوب كده؟ قال لها: قلتلك مفيش، نامي. لف نفسه في البطانية بس معرفش ينام، عقله كله في الصوت اللي ناداه باسمه. مين يعرف اسمه غير مدام نعمات وهالة؟ الصبح مدام نعمات كانت قاعدة في الصالون على كرسيها كعادتها، وجمال واقف بعيد شوية مش قادر يبصلها، لكن الست كانت ساكتة ووشها مفهوش أي تعبير لحد ما رفعت عينيها وبصت له مباشر. ابتسمت ابتسامة باردة وقالت له: نزلت البدروم يا جمال؟ اتجمد في مكانه وما قدرش يرد ولا حتى يتنفس. عينها كانت ثابتة عليه كأنها بتقرا اللي في دماغه، ولما مردش كملت بنفس النغمة: اللي بينزل البدروم لازم يكمل اللي بدأه. هالة بصت ليهم باستغراب وقالت: بدروم؟ بدروم ايه يا مدام؟ وهو نزل فين؟ مدام نعمات رجعت تبص في المراية وقالت وهي بتضحك بخفة: هو عارف يا هالة. بعد كام يوم جمال وهالة كانوا قاعدين في الصالون، مدام نعمات قاعدة على الكرسي الخشب الكبير، نفس الوضع على كل يوم، بس المرة دي الست كانت ساكتة قوي. جمال قرب منها وحس إن في حاجة غلط، لمس إيديها، يا ستار إيديها ساعة قوي. هالة جريت وشافت وشها وقالت: جمال هي ما بتتحركش ليه؟ جمال قال: يا نهار أبيض، ده مفيش نبض. وبعد شوية بدأوا يستوعبوا الموقف وقلوبهم بتدق بسرعة. هالة قالت وهي بترتجف: إيه اللي حصل يا جمال؟ الست ماتت. جمال أخد نفسه وقال: أيوة ماتت، بس إحنا محتاجين نفكر قبل أي حد ما يعرف. قعدوا شوية على السرير دماغهم بتجري في كل الاتجاهات حرفيا، الجيران ممكن يشوفوا، البوليس، الصحافة، كله ممكن يدخل في اللعبة. جمال قال مرة واحدة: طب ما احنا ندفنها في الجنينة ونقول للناس إنها قاعدة في الأوضة فوق عشان تعبانة مثلا، وبكده المرتب هيفضل يوصل لينا. هلا بصيت له وهي مصدومة: انت بتقول ايه؟ تدفنها؟ احنا مش هنعرف حتى نتحرك في المكان بعد الرعب ده. جمال مسك ايديها وقال لها بحزم: ما تخافيش، هنعملها بسرعة ومحدش هيعرف وكله هيبقى تمام. وفعلا جابوا فاس وجردل وطلعوا الجنينة. آخر الجنينة كان فيها شجرة تين كبيرة، فروعها ناشفة شوية وورقها متساقط على الأرض. مكان مظلم كده بس كويس يخفي فيه أي حاجة. حفروا بسرعة حفرة ودفنوا فيها مدام نعمات. هالة قالت وهي بتتنفس بصعوبة: جمال أنا مرعوبة، مش عارفة ازاي احنا عملنا كده. جمال قال لها: بقولك يا بوز الفقر انتي، ومين هيشوفنا؟ يلا خلينا نخلص. وهما بينزلوا الجثة جمال لاحظ حاجة غريبة: وش مدام نعمات حتى وهي ميتة كان فيه ابتسامة صغيرة وغريبة، كأنها عارفة حاجة هما مش عارفينها. هالة اتجمدت وقالت: ايه الابتسامة دي؟ ليه حاسة انها عارفة كل حاجة؟ جمال مسك ايديها وقال: خلينا نخلص ونرجع جوه. محدش خد باله مننا. دفنوها جنب شجرة التين، التراب وقع على الجثة والجنينة رجعت ساكتة. رجعوا القصر، نفس القصر الكبير والساكت، بس الجو بقى تقيل أكتر، كأن المكان عرف إيه اللي حصل. جمال وهالة حاولوا يناموا لكن كل حاجة حواليهم كانت بتهمس: صوت الريح بين الشجر والخشب بيتكسر، والظل في كل ركن من أركان البيت، كأن البيت شاف اللي حصل. هالة بعد شوية همست لجمال: انت حاسس ان في حاجة بتراقبنا؟ جمال رد وهو بيبص حواليه: أكيد البيت مش هيسيبنا دلوقتي، إحنا دخلنا لعبة كبيرة. وبالليل وهم نايمين جمال سمع همسة واطية جاية من الجنينة بتقول: ناولني المية يا جمال. من أول يوم بعد ما دفنوا مدام نعمات الجو في البيت بدأ يتغير. هالة كانت واقفة في المطبخ الساعة 11 بالليل بتجهز شاي، وفجأة سمعت خطوات خفيفة في الممر، خطوات واحدة ورا التانية تقيلة كده. قفلت عينيها وبتتلفت وملقتش حد. جمال كان ساكت بيحاول يطنش ويقول لنفسه أكيد تخيلات من التعب، بس الأمور كانت بتتفاقم فوق بعضيها. وفي نص الليل وهالة نايمة جنب جمال هو حس إن في حد بيتنفس جنبه. فتح عينه بسرعة لكن مفيش حد، بس الإحساس ده كان أقوى من أي حاجة شافها قبل كده. وفي يوم وفجأة من المطبخ سمعوا صوت مدام نعمات بصوتها الهادي والغريب: ناولني المية يا جمال. هالة جريت على جمال وهي بتترعش: جمال انت سمعت صوت الست نعمات ده ولا مش صوتها؟ جمال مسك ايديها وهو بيهمس: مفيش حاجة، انت تتخيلي بس، كل ده مجرد خيال. بس الصوت كرر تاني بس اعلى شوية وكأن الست واقفة جنبهم: جمال ما تتهورش، انا عارفة كل حاجة.